بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. هذه كلمة أوجهها من صميم قلبي إلى إخوتي المجاهدين الذين اتصل جهادهم بجهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفزوا من هذا الوقت 14 قرنا حتى اتصلوا بأصحاب رسول الله. فأنا لا أرى جهاد الصحابة كان أشجع ولا أقوى ولا أقدر من جهادكم، لأنكم أيها الشباب تقفون الآن على ثغر من ثغور الحق، فإن زغتم زاغت الدنيا الإسلامية كلها، فهي مربوطة الآن بكم، وإن ثبتتم فإنه سيكون الإسلام قائما كما قام الإسلام بالمجاهدين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تحتاجون أيها الإخوة، وأنتم الآن الذين تعيشون في القفار أمام دولة تعتز بسلاحها وقدرتها وبمالها، لذلك أوصيكم بتقوى الله عز وجل أولا، وبالصدق مع الله ثانيا، كما أوصيكم بأن تثبتوا. والله يقول لكم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. والله أيها الإخوة المجاهدون، وأرجو الله أني لست كاذبا، أود لو يكون عندي قدرة وأنا ابن 90 أن أحمل السلاح وأن أقف معكم في صفوفكم من أجل أن أقاتل وأن أجاهد معكم. فالجهاد هو الذي يضمن الجنة للعبد إذا كانت نية المجاهد خالصة لله سبحانه وتعالى. فأنتم القدوة، أنتم فاتحة حياة إسلامية جديدة. كانت هذه الحياة الإسلامية ملؤها الكذب، وملؤها أفكار الغرب، وملؤها أفكار الصهاينة. أنتم الآن تبتدؤون حياة جديدة إسلامية صافية، كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حياة إسلامية جديدة صافية. ولذلك كل خير يأتي بعد ذلك فهو على أيديكم، وكل شر ينتهي فهو بسببكم، فجزاكم الله تعالى عنا خيرا. ثقوا أن كل واحد من الشعب معكم. المرأة تدعو لكم، الطفل يدعو لكم، الشباب يدعون لكم، الشيوخ يدعون لكم، كلنا ندعو لكم. نحن معكم في صفوف القتال. نحن الآن نشعر أننا نقاتل معكم، فكونوا مع الله، ولكن قبل كل شيء الله معنا جميعا. ولذلك إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واستعينوا بالذكر، دائما استعينوا بالذكر والصلاة. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وحدة الكلمة أيها الشباب، وحدة الكلمة، وحدة الرجولة، تناسي الأغراض، تساهل مع أخيك. ليكن مثلا أنت قتلت إنسانا لو فرضنا، وادعى هو أنه قتله، قل له: نعم أنت الذي قتلته، لا بأس، المهم أن هذا الطاغية ينتهي، وهكذا دواليك. ينبغي أن يكون الأمر على ذلك. ما أحتاج أن أتكلم معكم، فإن مثلكم الذي ترك كل شيء لله يمكن أن يفهم كل ما قلت لكم، وأسأل الله لكم التوفيق والسلام.